ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى معانا تجربه الاستاذ محمد من دوله الجزائر الحبيبه، وهيقول لنا تجربته مع شركه لينس ماجيك. النهارده بتاريخ 2/7/2024. تعالى الاول بس كده يا باشا وري برضو للناس البصمه بتاعته، مع احترامي برضو ليه عشان الصوره والناس. ادي اهو التاريخ 2/7/2024، كان في اداره الهجره او في قايمه الخاصه بكشكايش. فاولا الف مبروك. قول لنا بقى الله يخليك، وان شاء الله عقبال ما كارت الاقامه يجي لك تمام. ولسه كمان عندنا اخبار ثانيه عشان خاطر في كمان ناس بصمت برضه في شهر 6، بس انا كنت مسافر. هنقول لكم برضه دلوقتي الناس اللي ربنا كرمهم. عايزين نعرف منك تجربتك معانا بكل امانه. والله بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والله انا شفت من عندكم الى الخير من اول يوم اتصلت بكم حتى ان شاء الله ربي كرمني واديت البصمه. ومن عندك انت خصوصا السيد ابو مهند، والله العظيم انا اشهد شهاده لله واقول لها من قلبي. والله انا شفت من عندكم غير الخير من يوم النهار الاول اللي اتصلت بك انت ورحبت بيا وكانت الثقه تامه. والله انا انصح كل واحد يفوت عندك. الله يبارك. كل واحد ما يكون جزائري، يكون مصري، يكون تونسي، يكون مغربي، يكون من نابورت بقعه في هذه الدنيا يفوت معك. بس انت انسان، انا نشهد شهاده لله باللي انت انسان صريح وحقاني وما تكذبش على الناس، وكل حاجه قلتها خرجت والحمد لله بإن مع كل صدق الديفيكولتي اللي كاينين، مع كل الصعوبات اللي كانت في الطريق، بس انا الحمد لله وكنت عند حسن الظن. والله يبارك فيك، وانا شركه لينس ماجيكو اباركها، وان شاء الله ربي يوفقها لما هو خير ان شاء الله وبارك ان شاء الله. انا شوف تجربتي الخاصه وتجربه الناس اللي تلاقيتهم عندك وقالوا لي نفس الشيء، ما تعبوا لا في فتح البنك، لا في نابورت كل حاجه داروها عندك الحمد لله فاتت ما شاء الله، وبصموا وكلهم فرحانين، وكلهم والله كاع الناس اللي تدعي لك دعوه الخير، وسيرتو انا خاصه. انا نقول لك حاجه، الا كاش ربي قلتها لك هذه بيني وبينك وغادي نقولها لك قدام العالم كامل. انا ان شاء الله ربي يعطيك الفردوس الاعلى. اللهم امين يا رب. والله احلى دعوه، والله دي احلى دعوه. كاع الناس يا رب. انت عارف ليه انا نقول لك كذا، ما نقدرش نقول له علاش، هذه خاصه بي انا. يا رب الله يبارك فيك يا رب ويحفظك ويبارك لك في شركتك، والله العظيم احسن راجل واحسن شركه في هذه الدنيا. يا رب. الله يوفقك. الله يسمع منك يا رب. انت الله يسمع منك اللي معاك ويرزقك الرزق حلال يا رب ويكرمك. يصور فينا ما شاء الله عليه، ثاني ما عندي ما نقول فيهم، والمحاميات ما شاء الله. حبيبي الله يحفظكم. لسه يا استاذ محمد، وتحياتي ليك مره ثانيه، وتحياتي للشعب الجزائري الخلوق العزيز على قلبي. وكل الناس عارفه كده لان ما شفتش منكم غير كل خير، وربنا يدوم المحبه ما بين الشعوب العربيه. وبشكرك مره ثانيه وبقول لك الف مبروك، وان شاء الله يكون الكارت بتاعك يجي لك في اقرب وقت، والف مبروك مره ثانيه. يرحم والديكم الله يحفظكم. برضه في حاجه اخيره معلش، تعالى عشان في اشاعات طالعه بتقول لك ايه مفيش مواعيد والمواعيد مقفوله والكلام ده. يا جماعه الخير، قبل اي حاجه انا بس خلينا نداري الكلام ده، انا عايز بس ابارك برضه الناس اللي بصمت في القايمه شهر 6 يوم 12 اهو تمام. ادي اول واحد، وادي تاني واحد اهو، ادي التالت اهو برضه 14/6/2024، وادي برضو اهو 14/6/2024، وادي برضو 2000، وادي 14/6 برضو 2024، وادي برضو 29/5/2024، وادي اهو برضو 14/6/2024، وادي برضو 12/6/2024، وادي برضو 12/6/2024. طبعا بنقول لهم الف مبروك وعقبال ان شاء الله ما الكارت يوصل لهم. تعالى بقى بالنسبه برضو للمواعيد عشان خاطر الناس اللي بتقول لك المواعيد واقفه. ادي موعد اهو من القايمه، خلينا بس نداري الاسم تمام. ادي موعد اهو بتاريخ كام يا استاذ عصام؟ بتاريخ كام؟ 1 أغسطس 1 أغسطس اللي هو اللي جاي. كان معانا الاستاذ محمد من الجزائر، كان باصل بتاريخ 2/7/2024. يعني عندك كانت المواعيد مفتوحه، يا اللي بتقول مقفوله
ماشي، وفي شهر 6 وشهر 7 وشهر 8 اهو. تعالى بقى اغسطس، احنا برضه حاجزين لاكتر من حوالي 12 13 واحد. ادي المواعيد اهي، 1 برضه اغسطس، وادي هنا اهو برضه 1 اغسطس، ادي ده كده 2، ادي الثالث اهو برضه 1 اغسطس، وادي برضه هنا اهو 1 اغسطس، يبقى كده 3. ده امتى؟ 2. ده 2، ده 2 اغسطس. كده الكاميرا باينه. 2 اغسطس، 2 اغسطس 2 اغسطس برضو. وادي ده هنا برضو 2 اغسطس. بس الوقت والتاريخ اهو لو تلاحظوا الساعه متغيره عشان كل واحد بيبقى ليه ساعه، يعني بنحجز له بس كل واحد بيبقى ليه ساعه. اهو برضو هنا التاريخ 1 اغسطس بس هنا الساعه 10. ده هنا برضو في اغسطس، تمام، الساعه كام؟ 10:30، يعني بيبقى في نص ساعه ما بين كل واحد. برضو 1 اغسطس. والناس اللي هي في الاول، تعالى يا باشا، المواعيد دي يا جماعه كلها في 1 اغسطس عشان تفكروا. بص المواعيد متغيره، يعني هنا الساعه 10 اهو، لو نلاحظ هات كده الميعاد بتاع الساعه 10 ماشي، وهنا اهو برضو 1 اغسطس، تمام، برضو الميعاد بيكون الساعه 3:30 ماشي، وهنا الميعاد اهو واحده الساعه 2:30، يعني كل 1 اغسطس بس الساعه مختلف. المهم هكذا المواعيد فاتحه زي ما انتم شايفين. كل واحد يقول لك كلمه تصدقها، عشان خاطر انا الناس والله العظيم بجد الناس تعبتني. ليه؟ كل كلمه بتتقال لو حد فاهم او مش فاهم او مش في شغله. يعني احنا الاول حتى من قبل ما نفتح الشركه يا جماعه كنا قبل ما يعني بنقول المعلومه كنا بنبقى متاكدين منها من محاميين. والله وما لك الحمد ما فيش كلمه الواحد قالها والناس جت وشافت بعينيها. من اول ما اتكلمنا على المانيفستو من قبل ما تقفل من 4 5 سنين كان الواحد بيتقي ربنا في اي كلمه الواحد بيقولها، عشان لما تيجي ما تدعيش عليا. فانا مش عايز حد يلبس حد. انت بتقول المواعيد مقفوله، يا عم اسال محامي، ما تسالش واحد على النت هو زيه زيك محتاج معلومه عشان تبقى انت فاهم. فانت اللي انا عاوز اقوله لك المواعيد فاتحه. ساعات المواعيد بتقفل اسبوع، بتقفل اسبوعين، لكن كانت طولت لما تبدل السيف لايمن. ده اللي طولت فيه شويه، انما في الوقت الحالي لا، ده بالعكس، ده دلوقتي الدنيا هتبدا تشتغل اكتر. ليه؟ لان عندك دلوقتي ما بقاش فيه اي حاجه تعطل اداره الهجره، لان دلوقتي لمعلوماتك ولمعلوماتك ان دلوقتي هم اصلا من ضمن اسباب ان هم يقفلوا المانيفستو ان هم عاوزين يخلصوا من الناس القديمه. فعشان في ضغط على ايمن على اداره الهجره، فقال لك خلينا فليه هيقفلوا المواعيد؟ ممكن تقفل وتفتح. انا بقول لكم برضه اللي ليا واللي عليا، انا ما بخافش، بس دي حاجه ما تعبنيش، دي حاجه بقى بتاعت ربنا. كان في 3 راحوا في عشان يعملوا البصمه وربنا ما كرمهمش، لان بعد ما جه ميعادهم كان ميعادهم الساعه حوالي 1:30، الساعه 2 جت السيستم بتاع مكان البصمه اللي هم كانوا هيعملوه كان في 12/6 وتم اغلاق السيستم. فادوهم ورقه والحمد لله احنا نزلنا الموعد تاني في شهر 9، يعني المواعيد كمان مفتوحه لحد شهر 9. طبعا انا بقول لهم ما تزعلوش، ده نصيبكم وده قدركم، ودي حاجه مش بايدينا، دي حاجه بايد الدوله. السيستم وقع فكل الناس ما بصمتش، مش بس الناس اللي كانت معانا. وهيجوا ان شاء الله في شهر 9 وربنا يسهل الحال للجميع ونتمنى التوفيق للجميع وربنا يحقق حلم كل واحد سواء معانا ولا مش معانا. وان كنت محتاج اي حاجه تقدر تتواصل معانا عبر اليوتيوب او الفيسبوك او ارقام التليفونات اللي هتظهر لك على الشاشه. واخر حاجه عاوز اقولها لكم برضو تقدر تتابعنا على الماسنجر الخاص على الفيسبوك بتاع شركه لينس ماجيك. بشكرك مره ثانيه. شكرا لك والله يحفظكم وربي يكملكم ان شاء الله ما كنتم منين. الله يخليك يا حبيبي. ويخليكم دائما في خدمه الناس. الله يبارك. هذه والله سيرهم. الله يخليك. ما شاء الله عليك. الله يخليك. يا رب يعاونكم والله يسهل ان شاء الله. حبيبي والله سبحانه وتعالى. تحياتي ليك مره ثانيه. بشكركم مره ثانيه ونشوفكم في حاجه جديده. واذا كنت انت مهتم بالهجره من داخل البرتغال عن طريق التكوين المهني او خارج البرتغال، اتواصل مع شركه لينس ماجيك ولينا اتفاقيه مع الشركه في مصر ولينا اتفاقيه مع الشركه في تونس مباشره مع المحاميه في تونس او مع المكتب اللي في مصر، وفي نفس الوقت بنخلص لك الاوراق وبتقدر تحصل على التاشيره ولكن ليها شروط.
ليها شروط، تواصل مع الكول سنتر او مع فريق العمل قسم المتابعه، وان شاء الله يرد عليك على الماسنجر او على تليفون الشركه او على الويب سايت الخاص بالشركه. تحياتي للجميع ونشوفكم في حاجه جديده، والسلام عليكم وعليكم السلام.